مساء الخير. صلى على النبي ولا بيه؟ الإسرائيليين عيمحوا اليمن. هكذا شفت بعض التعليقات أمس. يا معتصم، الإسرائيليين عيمحونا عيقتلون. هو مين قال لك ده؟ ومين إسرائيل دي أصلا عشان تذكر في الخريطة وحد يعمل لها أهمية؟ أقسم بجلالة الله إن إحنا شعب جبار، ما فيش بيت يمني ما فيش سلاح. تحياتي لليمن وكل ناس اليمن. النهارده مختلفه جدا لان ده اغرب مطعم في جده. بقالي فتره نفسي اجرب المطعم دوت، ورحنا النهارده لمطعم ترند. اول ما بتوصل على المطعم بيستقبلك ابليس. مطعم ايه ده يا ابو؟ يجي لك نفس تاكل بعد اللي انت شفته ده من بره؟ مختلفه جدا عن اي مطعم هتشوفه في حياتك. اول ما بتخش المطعم بتحس ان انت اتعزلت عن العالم تماما. ايه ده؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ده فيه سكاكين ومطاوي وجوع، ومين قال لك أنا عايز أعيش الأجواء دي؟ شارع 15 في محافظة سوهاج في الشارع 15. بص يا محمد، امسك المرة دي في ايدك يا محمد. اللي جاوبت عليها هتكسب ايفون 15 برو ماكس. اصل حبيتش الموضوع قوي. ايفون وبرو. انت يا غالي بتيجي على طول شارع 15 كل يوم؟ قول لي على ساعة معينة بس عشان اروح استناك هنا. انا من فلسطين، مقابل يا محمد انك هتولع في العالم ده بالولاعة هتاخد الايفون ده. لا ليه؟ ولا مال الدنيا يخليهم يولعوا في علم فلسطين. فلسطين الدولة الحبيبي. ليه؟ ما ده عالم، هو مسلم يا عم. ماشي، ما كلنا مسلمين. عرب، انا هو علم عرب خبير يا استاذ. والله العظيم شابوا عليك. ادي دم العربي الاصيل اللي ما فيش منه بصراحة. لا اله الا الله، لا اله الا الله. انا شايف مكنة الطعمية اللي هي بتعمل العجينة دي مش بتاكل زيها كده. ده انا لو كلت بيضة منهم دولي بقعد لتاني يوم شبعان وما بيجيليش نفس. يلا يا راجل بلا كذب بقى، بوشك ده كذاب كذب الابن. الله اكبر عليك، ايه الحلاوه دي؟ انت كده هتاكل الطبقة في دقيقتين 3 بس، مش هتكتر اكتر من كده. طب الفيديو كده خلص، ما تنسوش تصلوا على النبي محمد صلى الله عليه وسلم.